والله، لا والله انا المحافظ المحظوظ بشعب السويس الطيب الجميل اللي رغم كل الظروف اللي مرت عليهم منذ قديم الازل لغايه النهارده، شعب مبتسم، شعب بيضحك، شعب عنده امل في بكره، شعب مع دولته، شعب شايف بلده شكلها ايه، شعب هيصر انه ما يستمعش للكلام اللي بيحصل. محافظه، شفت انت قلت ايه؟ محافظه الصمود والتحدي. الصمود هي صامده في وجه كل الشدائد وتتحدى اي ظروف صعبه تمر على البلد دي في سبيل ان البلد دي تفضل ايه؟ قايمه وعايشه. احنا جربنا تجربه قبل كده وده مش بخوف الناس، لكن ما حدش يبقى عبيط. احنا مرينا بتجربه قبل كده في 2011 كانت ممكن تودينا لفين؟ بصوا لسوريا، بصوا لليبيا. هيقول لك ده كل شويه يخوفونا، اقول بخوفك. بص يعني يعني فاحنا بنقول ايه؟ مصر بخير بتكافلها، بشعبها، بناسها الطيبين. اذا كانت الظروف ضيقه عندنا في بعض المجالات دلوقتي فكلنا ايد واحده زي ما بيقولوا، كلنا كتف بكتف زي ما بيقولوا، ايا كان الاحتفال، وقادرين على الاحتفال وقادرين ان احنا نضحك في وسط الصعب. احتفاليه النهارده المجمعه يا فندم حافظوا، يعني نحافظ على ارضنا وعرضنا وشرفنا. احنا الناس بس عشان للاسف البني ادم سريع النسيان، فما تدعوش اي حد تحت اي بند عشان يحقق مكاسب خاصه بيه، هو يدغدغ مشاعرنا ويودينا في حته تانية. في الاول والاخر الحمد لله رب العالمين احنا سعداء في السويس بان في شعب زي كده وفي ارض جميله زي كده، ويا رب احفظنا واحفظ بلدنا ودايما الخير والسعاده للسويس والسويسه، وتحيا السويس، تحيا مصر. لكن الملاحظه الوحيده عندي النهارده ان انا سعيد جدا ومبسوط جدا، وكل الناس سعيده وكل الناس مبسوطه وكل الناس راضيه وقانعه. فامال انتوا عمالين يعني تنزلوا لنا على موقع الصريخ ليه؟ لا فان شاء الله الخير والسعاده يا رب لمصر والمصريين، ويا رب اطرح في قلبهم دايما الامان والثقه وحب الارض وحب البلد دي، وان شاء الله كل حاجه هنقدر عليها وكل حاجه هنعديها باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان.